السلام عليكم. سوبرمان وهوملاندر الاتنين بيطيروا، الاتنين بيكسروا الحديد، بس فيهم واحد قلبه حنين والتاني قلبه ميت. ليه سوبرمان طلع قلبه حنين وطيب ومتواضع، وهوملاندر طلع سايكوباتي نرجسي بيدوس على اي حد؟ الفرق بينهم مش في القوه، الاتنين عندهم نفس القدرات. الفرق يا صديقي بينهم في التنشئه والتربيه. سوبرمان كائن فضائي جه كوكبنا وكان ممكن يكره البشر ويدمرهم، كان ممكن يستعبدهم، لكن ايه اللي خلاه بطل؟ ابوه وامه اللي اتبنوه. اب رباه وعلمه، وام حضنته وحنت عليه. كان ممكن يكبر وهو بيحس انه غريب ومختلف ويتولد جواه حقد وكراهيه، لكن ابوه وامه احتضنوه وخلوه يحس انه طبيعي ومقبول. سقوه حنان ورعايه فطلع انسان سوي، شاف القوه مسؤوليه مش استعراض. اما بقى هوملاندر فرغم ان هو خد رعايه اكتر من سوبرمان، لكنه ملقاش حد يحبه او يحن عليه ولا حتى يربيه ويعلمه صح. اتربى في ظروف قاسيه وتعاملوا معاه كانه اداه او آلة. محدش علمه يعني ايه حب، يعني ايه تعاطف، يعني ايه انسانيه. وكل اللي اتعلمه انه الاقوى والافضل وان العالم كله ملكه. فطلع انسان معقد شاف في قوته تعويض عن نقص جواه مش عارف يملاه، ومستعد يدمر اي حد عشان مصلحته وعلشان يثبت قوته. بيستخدم قدراته الخارقة في المنظرة وإذلال الناس. طولت عليك في المقارنة، بس دي بتورينا حاجة مهمة قوي. ساعات بتفتكر إن الظروف والإمكانيات المادية هي أهم حاجة في التربية، تعليم كويس، ألعاب غالية، هدوم براندات، وتبقى فاكر انك عملت اللي عليك لما وفرت لاولادك كل اللي هم عايزينه. لا غالي، استنى، انت ما تقدرش تشتري انسان سوي. ممكن تصرف على واحد كتير قوي ويطلع شخصيه مؤذيه محدش بيطيقها، وممكن بالحب والتربيه تطلع انسان سوي محب لنفسه وللي حواليه والكل بيحبه. هنا بقى في فرق بين الرعايه والتربيه. الاطفال كلها بيتولدوا بقلب ابيض. جون بولبي مؤسس نظريه التعلق بيقول ايه؟ ان اللي ما خدش حب في اول 5 سنين من عمره هيفضل يدور عليه طول عمره باشكال مش صحيحه. هوملاندر برغم قوته وسمته ومكانته في العالم، بس ما حدش علمه امتى يقول انا اسف ولا امتى يبطل يشوف نفسه فوق الكل. علشان كده اللي علمه هو النقص اللي جواه، كان هو المحرك والدافع بتاعه في قراراته. ولما طلع ملوش كبير ما احترمش حد. يعني لو عندك عيل واخد معلوماته وخبراته من الموبايل واصحابه بس، ما تستغربش لو لقيته مش محترمك ولا بيسمع كلامك الا بالموبايل. واول ما يستقل عنك ويبقى معاه موبايل مش هيبقى لك قيمه تربويه في حياتك. دانيال جولمان بيقول في كتابه الذكاء العاطفي: الناس اللي عندهم ذكاء عقلي عالي مش شرط ينجحوا، لكن اللي عندهم ذكاء عاطفي يقدروا يقودوا ويحتووا ويعيشوا في سلام. الولد اللي جوه كل بطل هو اللي بيحركه لما يكبر. لو البطل اللي جواه اتربى صح هيطير علشان ينقذ، ولو البطل اللي جواه ما اترباش هيطير علشان ينتقم. يا ترى ابنك هيطلع سوبرمان ولا هوملاندر؟ وانت بتكتشف ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تتابعني على فيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، ودور هناك على مصطفى ابو علي هتلاقيني قاعد مستني. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. الله سلام. مستنيك.